بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن ورق العنب بطريقه سهله وسريعه، وهنعمله في طاجن او في حله واحده من غير ادوات كتير وحلل كتير، هي حاجه واحده بس. هنعمله كده في الطاجن وندخله الفرن. انا عملته هنا باللحمه، لو انتوا عايزين تعملوه بالفراخ اللي موجود والمتوفر عندكم. شايفين شكله عامل ازاي؟ الناس كلها بتحب ورق العنب. هنبدأ نجهز الوصفة بتاعتنا. معايا معلقة كبيرة من الزيت، ومعايا مكعب من السمنة البلدي. أول حاجة هنبدأ بيها التسبيكة بتاعة الطماطم. معايا 4 حبات من البصل مقطعاهم قطع صغيرة. هنقلب كده البصل مع الزيت والزبدة، وهسيب البصل يدبل شوية. خلاص، أول ما يدبل كده، أنا مش عايزة لونه يغير ولا أي حاجة، بس البصلة تدبل شوية. هكون مجهزة معايا 4 حبات من عصير الطماطم. الطماطم كان حجمها كبير، فلو هي صغيرة خليهم مثلا 5 6 حبات. وهنا معايا معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. وتقدروا تستغنوا عن معجون صلصة الطماطم لو انتوا شايفين ان الطماطم مثلا حمرا وكويسة. وكمان عصير الطماطم احنا ما بنضربوش في الخلاط جامد، يعني 3 4 ضربات كده وخلاص، يبقى قطع كده فيها الطماطم. خلاص، اول ما تغلي كده ههدي عليها النار واسيبها تتسبك وتتقل مع نفسها كده. انا مش عايزة الصلصة يكون فيها مية، يعني لازم تتشرب كل السوائل اللي فيها. هنا كان لسه فيها ميه شويه. انا هحط التوابل بتاعتي: معلقه ملح، ومعلقه فلفل اسود، ومعلقه من الكمون، ومعلقه شطه. لو عايزين تستغنوا عن معلقه الشطه هتقدروا تستغنوا عنها برضه. هقلبهم كده كويس مع بعض واسيبها تكمل التسبيكه بتاعتها. معايا هنا نص كيلو من ورق العنب. ورق العنب ده انا كنت مخزناه ومفرزاه عندي في الفريزر. بجيبه بشيل منه العنقود بتاعه وبحطه في اكياس تلاجة واسيبه في الفريزر، وما بعوز بطلعه بستخدمه. انا طلعته وخليته يفك من الفريزر وغسلته بالميه، ودلوقتي هنبدأ نسلقه مع بعض. حطيت في الميه معلقه ملح ومعلقه من الزيت. طبعا احنا مش بنسوي ورق العنب، يعني هو كل يعني اتجاه دقيقه كده. هقلبه على الاتجاه التاني برضو، هسيبه دقيقه. اطلعه على طول في مصفى، مش هغسله تاني لان انا كنت غسلته. هكمل كل الكميه بنفس الطريقه. ده كان شكله بعد ما خلصته. خلاص، احنا كده سلقناه وخلصناه. وهنا بقى ده شكل الطماطم بعد ما تقلت خلاص، ما كده ما بقاش فيها ميه خالص، شايفين؟ لازم تكون بالشكل ده. معايا هنا كيلو من الرز، مغسول مغسول بس مش منقوع في الميه. الرز بتاع المحشي ما بيتنقعش. هنزل بالتسبيكه بتاعه الطماطم على الرز واحده واحده، مش هحط الصلصه كلها او مش هحط الطماطم كلها على الرز. لانها ممكن تطلع كتيره، فانا هحط شويه شويه على الرز واشوف الرز محتاج تاني ولا لا. حسيت ان لسه الرز محتاج فهزود تاني صلصه واحده واحده. خلاص، هنا كانت كده كنت ظبطتها. معايا بقى هنا دي ربطه من الكزبره، وكمان هحط عليها ربطه من الشبت. هنقلبهم بقى مع بعض كده. خلاص، ده كان شكلها. هنبدأ بقى نجيب معانا ورق العنب. شايفين اما بنيجي بقى نحشيه في اتجاه خشن وفي اتجاه ناعم. احنا هنحشي من على الاتجاه الخشن بالشكل ده كده. هنقفل كده واحدة واحدة. والله يا بنات هو سهل جدا، يعني لو ايديكوا اخدت عليه وعملتوه باستمرار هتحسوا ان هو سهل جدا وما بياخدش وقت ومجهود.
يعني في ناس بتستصعب ورق العنب، بس والله انا يعني انا برضو من الناس اللي كنت بستصعبه جدا. لما بدأت اعمله كتير وايديا بدأت تاخد عليه، بقيت احس ان هو سهل جدا وما بياخدش وقت. يعني نص ساعة لقيت نفسي خلصت. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. شايفين ما بياخدش وقت خالص. خلاص انا هنا كنت خلصت كل الكمية. ده كده كان شكله. هبدأ بقى اجهز اللحمة اللي انا هحطها معاه في الطاجن. هحط مكعب من الزبدة. طبعا لو مفيش زبدة عادي اللي موجود حطوه، يعني ممكن معلقة زيت، معلقة زبدة، سمنة، اي حاجة. هحط معاهم ورق لورا وحبهان. طبعا انا مش هسوي اللحمة، انا بس يا دوبك هديها صدمة كده وتاخد من ريحة التوابل اللي انا حطيتها، واطلعها احطها على طول في الطاجن. خلاص اول ما لونها بس بيغير بقلبها على الاتجاه التاني، اخليها بس تاخد بس لون كده وخلاص، وهخرجها على طول. هجيب الطاجن بتاعي. هكون مجهزة معايا بصلة وطماطم وشرايح من الليمون. هحطهم في ارضية الطاجن. هحط اللحمة الاول، وبعدين ارص عليها ورق العنب. لو عجبتكم الوصفة يا بنات اضغطوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس. وتقدروا تحفظوا الوصفة عندكم، ممكن تحفظوها لتجهيزات رمضان. ناس كتيرة بتبقى محتارة في رمضان تعمل أكلات ايه، تقدروا تحفظوها رمضان تعملوها وصفة في يوم على الفطار. هنرص بقى كده الطاجن بتاعنا بالشكل ده. وهنا كمان كان عندي فلفل، فحشيت كمان فلفل معاها. هكون مجهزة شوربة لحمة. انا مش هزود الشوربة، انا يا دوبك يعني عند الصف اللي قبل الاخير كده وكفاية شوربة. هنغطيها بقى كويس، هغطيها الاول بورق فويل، وبعدين هحط عليها الغطا بتاع الطاجن، وادخلها بقى الفرن لمدة ساعة او ساعة وربع. يعني مثلا هيقعد في الفرن ربع ساعة، اول ما يبدأ يغلي ههدي عليه النار واسيبه ساعة من بعد الربع ساعة دي. هعمل كمان معاها شوية ملوخية خضراء. حطيت معلقة صغيرة من الزيت ومعلقة من الزبدة، وهحط معاها فص توم. هشوح فص الثوم مع السمنة مع الزبدة والزيت. وهكون معايا شوية من شوربة اللحمة. هسيب الشوربة تغلي، وأول ما تغلي هكون مجهزة الملوخية الخضراء. أنا خرطها بالمخرطة. لو عندكم الملوخية وعايزين تخرطوها في الكبة أو تقطعوها في الكبة اللي انتوا عايزينه، بس أنا بحب المخرطة أحسن. هفضل أقلب في الملوخية كده مع الشوربة. هنسيبها تغلي شوية، تقريبا 10 دقايق كده. هنجهز الطشة بتاعة الملوخية. معايا مكعب زبدة وشوية من الزيت. هنزل عليهم بثلاث فصوص من الثوم. هنشوح الثوم كده لحد ما لونه يصفر. اول ما يوصل للون ده هكون مجهزه معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. هقلب بقى الكزبره كده مع الثوم. شايفين كده درجه اللون بتاعت الثوم كده كويسه. ما تزودوش عن كده عشان الثوم ما يتحرقش ويمرر معاكم في الملوخيه.
شايفين ده كده كان شكلها بعد ما خلصت. وهنا بقى كان الطاجن كان استوى وخلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.